اهلا بيكم في مزارع الشاي. انا النهارده في واحده من اقدم واهم مزارع الشاي في الصين. الصينيين هم اول ناس زرعوا الشاي وعملوه كمشروب من الاف السنين، فده اقدم شاي معروف في العالم. اوكي. الشاي هنا اوراقه بتتقطف بالايد ورقه ورقه، وبيهتموا بيه طول السنه عشان يحصدوه في شهرين بس، وطعمه وجودته بتفرق حسب وقت جمعه. يعني انت في ناس بتحب القطفه بتاعت شهر مارس، ناس تحب القطفه بتاعت شهر ابريل. الشاي واحد من اشهر المشروبات الاساسيه في العالم، وكل بلد بتشربه بطريقه مختلفه. شاي مغربي وهندي وانجليزي وسريلانكي، وبيتشرب في تركيا والعراق وفي مصر واماكن تانية كتير. لكن الصين هي اساس كل انواع الشاي اللي نعرفها النهارده، وليهم طريقه خاصه قوي في تحضير وشرب الشاي. شاي اللونج جينج ده شاي الأباطرة، أشهر وأغلى أنواع الشاي في الصين. هي بتقولي أهل البلد ما بيشربوهاش أصل، اللي بيشربوها صحاب المزرعة أو الناس الأغنياء قوي. وتاريخه بيرجع لأكتر من 1000 سنة، عشان كده رحنا على مدينة هانغتشو اللي طلع منها شاي اللونج جينج دي، علشان هنجمع فيها الشاي. يلا بينا على المزارع. الشاي كان المشروب الأساسي لأباطرة الصين، ولغاية دلوقتي الحكومة الصينية بتديه هدايا رسمية لرؤساء الدول. أهلا بيكم في مدينة هونجزو، أو بالعربي كده إحنا بننطقها هانغتشو. زي ما الصين حافظت على تقاليد عمرها آلاف السنين، في نفس الوقت أول ما تخرج من المزارع دي وتروح للمدينة هتحس أكنك سافرت للمستقبل. شوارع ذكية، روبوتات، وتكنولوجيا في كل مكان. هانغتشو تعتبر واحدة من أهم وأغنى مدن الصين. السيليكون فالي مركز التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا في الصين. The headquarters of Alibaba. اللي ورايا ده المقر الرئيسي لشركة علي بابا، واحد من أكبر عمالقة التكنولوجيا في العالم. بدأ هنا في هانغتشو من 26 سنة، ولغاية دلوقتي ده المقر الرئيسي ومقر ضخم. I think it's the toppest one in our country. في هانغتشو هنشوف أقدم وأهم مزارع الشاي والتطور اللي المدينة وصلت له كعاصمة لشركات التكنولوجيا والفينتك. Welcome to China. اشتركوا في القناة وادونا لايك على الفيديو، وخلونا نبدأ في سلسلة فيديوهات الصين. جاهزين؟ جاهزين. جاهزين. احنا وصلنا الصين، ودي اول مدينه لينا في الصين المره دي، مدينه هونغزو، وهنطلع بعد كده على مدينتين كمان، ولكن قاعدين هنا 3 ايام مع طيران الامارات. واحده من اقوى شركات الطيران في العالم، وعندها اكبر اسطول طيارات في الشرق الاوسط. ومدينه هانغتشو هي احدث وجهه لطيران الامارات برحلات يوميه من دبي. انا طبعا جيت من مصر، اخدت من مصر لدبي، وبعدين اخدت الطياره الثانيه من دبي هونغزو. ومن عادة المطارات في العالم الاحتفال بأول رحلة لشركات الطيران، بيستقبلوها برش المية على الطيارة بعد الهبوط. شفنا ان المول الموصول بالاوتيل اللي احنا قاعدين فيه بيطلع على نفق، يعني احنا قدامنا دلوقتي نفق تمشي فيه 10 دقايق توصل على اوتلت مول. So you see different brands, both the foreign brand and the Chinese brand. And if you see this sign, tax free, it means that you can get the tax refund from this shop. Most of the shops here have this sign. طبعا يعني الصينيين هم اللي اخترعوا التيك توك، دول ملوك التيك توك واللايف. بص، هي واحده قاعده في المحل بتاعها عامله لايف على تيك توك بتوري المنتجات بتاعتهم. هم نادوا عليا قالوا لي تعالى جرب، بس هو اكل، وانا طبعا عشان اشرح لهم بقى انا باكل ايه وما باكلش ايه، يعني ده هيبقى اعجاز علمي. Today, in the morning, first we'll go to Geely Group, which is a famous auto company in China. And then this afternoon, we'll go to the headquarters of Alibaba. Thank you. هوانجو المدينة اللي احنا موجودين فيها دي فيها أكبر الشركات اللي موجودة في الصين، واحنا دلوقتي جوه المركز أو المكتب الرئيسي لعربيات جيلي. لو انتم مؤخرا متابعين الفيديوهات الموجودة على السوشيال ميديا عامة للصين، لأن قبل كده ما كناش بنشوف الصين قوي من جوه، أكيد عندكم فكرة إن الصين دي كوكب وعالم آخر. فاحنا هنا في هونزو اللي أنا أول مرة أسمع عنها في حياتي. هي طبعا مدينة مشهورة جدا، الشباب الصينيين دلوقتي بيبقوا عايزين يجوا يعيشوا في هونزو. المكان اللي احنا فيه ده هو الهيد كوارترز بتاع جيلي. جيلي طبعا ماركه صينيه، احنا عندنا مثلا في مصر ما فيش منها الحاجات الضخمه، او لسه مش واخده السمعه الكبيره عندنا. هي معروفه بس الحاجات الجامده فيها ما بتنزلش عندنا. ولكن اكتشفت انها تاني اكبر شركه بتبيع العربيات في الصين بعد BYD، غير انها تمتلك شركات تانية عالميه زي فولفو ولوتس وشركات تانية مهمه كتير. عندنا العربيه اللي قدامنا دي سعرها $10,000، يعني بالمصري تقريبا 500,000 جنيه او 37,000 درهم. بالسعر ده عندنا طبعا انت يعني مستحيل تجيب اي حاجه بالشكل ده. عربيه بريميوم جدا. طبعا دي عربيه كهرباء، والصراحه مش عارف الموديل اسمه ايه. ده الموديل بتاعها، اي حد عايز يعرف الموديل بتاعها هو ده. العربيه دي مش مقاسي. العربيه معموله على مقاس حد اصغر مني، بس يعني هي اصغر شويه. المكان اللي احنا فيه ده فيه مكاتب الموظفين والمعرض اللي بيعرضوا فيه احدث الموديلات اللي هم بيعملوها،
وساعتين من هنا في المصنع اللي بيصنعوا فيه العربيات، وفي حاجه اسمها الار ان دي اللي هو التطوير والديزاين بتاع العربيات اللي بيطوروا فيه العربيات كمهندسين بقى وكديزاينز وكده، موجود برضو في المنطقه هنا. مثلا في ملاحظه لاحظتها هنا ان الدنيا حر مش بره بس، حتى جوه. يعني في الاوتيل مثلا التكييف حلو، هنا في الشركه حاسس ان التكييف قليل، انا بعرق. هم بيقولوا لي ان احنا يعني بنخلي التكييف على 24 23، مش لازم يبقى ثلاجه، علشان طبعا نوفر طاقه، وعلشان بالنسبه لنا احنا مش حاسين ان هو كده حر، احنا حاسين ان هو كده تمام. بس دي ملاحظه لاحظتها، ان انا في كذا مكان اروح احس اكن التكييف مش شغال او ان الدنيا حر، بس هم شكلهم بيشغلوا التكييفات على هي. المدينه هنا صديقه للعجل، العجل موجود في كل حته في المدينه، في كذا نوع عجل تقدر تدفعهم بألي باي او بوي شات. Blue one belongs to the Alipay, and for the green ones belong to WeChat. في كمان واحده بتاعت محافظه موفره عجل لونه احمر، اول ساعه فيها ببلاش، فانت ممكن تركب ساعه الا ربع وتسيبها وتاخد واحده ثانيه وتكمل. Now we are at Alibaba. دلوقتي احنا قدام المقر الرئيسي لشركه علي بابا، وداخلين علشان نتعرف على الكالتشر بتاعت الشركه، يعني الموظفين ايه الكالتشر اللي جوه الشركه دي. يعني شايفين دي قد ايه حاجه مهمه ان هم عاملين لنا التور، بس ان احنا ندخل نعرف الكالتشر بتاعت الموظفين، بيشتغلوا ازاي، بيتعاملوا ازاي. علي بابا الشركه في العالم بيشتغل فيها تقريبا 270,000 شخص، وفي الصين هي مش مجرد زي ما احنا بنستخدمها كده مكان للشوبينج، لا، في الصين هنا هي بتعمل حاجات كتير جدا. يعني هي فيها عندهم شركه زي جوجل مابس كده، عندهم حاجه اسمها اي ماب، عندهم حاجه اسمها الي باي زي ابل باي، يعني بيدفعوا كل حاجه عن طريق ابلكيشن هم اللي عاملينه. غير ان هم طبعا شركه عملاقه في الشحن المنتجات، هم موفرين سيستم زي كلاود. الكلاود ده بيستخدم على مستوى العالم، يعني الاولمبيكس لما اتعملت في الصين هنا هم اللي كانوا بيعملوا الستريم بتاع الاولمبيكس كلها، واللي فاتت في باريس كمان استخدموا السيرفرز بتاعت علي بابا. هم عاملين لهم حياه يعني مختلفه جوه هنا، ولكن للاسف مش هنعرف نصور يعني لان هو التصوير ممنوع جوه. احنا لسه طالعين من جوه دلوقتي، شفنا الكالتشر وحياتهم جوه عامله ازاي، وازاي بيخلوا العيله بتاعتهم حتى تكون مشاركه وعارفه شغلهم، وكل الناس اللي شغاله هنا بيحبوا الشغل هنا ومش حابين يمشوا. I really love my company Alibaba because it has a great culture to attract so many persons to want to join in. So I'm a lucky person. Yeah, I work here for 3 years, and I think I want to work for a long time. يعني لما بتقعد سنه بتاخد جايزه ان انت قعدت سنه او ميداليه، 3 سنين بتاخد جايزه ثانيه، 5 سنين بتاخد جايزه ثالثه. عاملين بينيفيتس ونظام حلو جدا للموظفين عشان الموظفين يحسوا ان دي الشركه بتاعتهم. You don't want to change the company. No, I want to. I think it's the toppest one in our country. 你好，你好，你好。 How you say China in Chinese? 中国 means Middle Kingdom. China, one reason why we call China because in ancient time there was a dynasty called the Qin, which dating back to 200 BC. So Qin, the pronunciation is quite similar to China. So someone says that China, this name China came from the Qin. 中国. اهلا بيكم في مزارع الشاي. خلونا ندخل عند عيلة مشهورة جدا هنا بتعمل الشاي، بتزرعه وبيحصدوه، وكمان ليهم طريقة معينة في عمل الشاي، ومش يعني مش حاجة عادية. يعني ده الشاي كان بتاع الامبراطورات والملوك. امبراطور صيني اسمه تشينج لونج زار هانشو اكتر من مره وعجبه شاي اللونج جينج، ومن وقتها بقى ده شاي البلاط الامبراطوري. Tea plantation quickly. دي علشان هنجمع فيها الشاي. جاهزين؟ جاهزين is amazing. جاهزين. So we are going to make tea from farm. Tea, pick the tea. Pick the tea, put here. Here, yes. And this for sun. Sun, yeah. Sun. And the raining day. Ah. Raining, that's okay, no problem. 帽子 Mauzi. 帽子茶楼 Talo. 茶楼 Mazi. 帽子 Talo. 帽子 مادزن. فاحنا كده جاهزين عشان نروح مزرعة الشاي. لبسنا المادزن وعلقنا التاو علشان بنجمع الشاي نحطه في الباسكت بتاعنا. نيم نانا. يو ار نانا. اوكي. دلوقتي احنا بهذا الزي التقليدي طالعين على يعني جبل، حاجه بسيطه. طول الطريق في بيوت موجوده هنا، في شويه بيوت قديمه ولكن تحس ان البيوت اتجددت شويه. وهي هي مزارع الشاي. طبعا في مزارع شاي على الطريق لان في عائلات كتير قوي بتزرع شاي هنا. All of this are tea. Yes. Let's over the mountain, go to West Lake, 3 hours. Climb the mountain from the other side here. It's just. So this mountain is full of tea farms. شايفين الجبل ده بيودي على المدينه وبيودي على الويست ليك، وكله مزارع شاي، ودي كلها شاي. كل ده شجر الشاي قدامنا، ولكن دي المزرعه بتاعت جيرانهم. فاحنا هنروح عند مزرعه نانا، والناس كلنا قدامنا شكلهم ايه؟ لابسين قراطيس مقلوبه، كلهم لابسين قراطيس. طبعا احنا ايه جوه الطبيعه. يلا بينا على المزارع.
اطلع. طبعا وسط الشجر هنا الرطوبة عالية شوية. Okay. What you will do? This is yours? That's my home. Yeah. Okay, so this is your farm. Okay. Pick the tea. 2 fingers. 2个手指头. This the baby, the young leaf. Okay. 2 fingers. This one. Today is summer. Summer no pick the tea. Okay. Pick the tea only spring. So spring the tea is a small one. Today is summer is the big one. Yeah. Summer here no pick the tea. هم بياخدوا الورق الصغير بياخدوش الورق الكبير. دلوقتي بيسيبوه ما بيستخدموش. هم بيحصدوا شهرين او شهرين ونص وبقيه السنه كلها بيبيعوا اللي هم حصدوه في شهرين ونص دول. شايفين احنا بنطلع بقالنا تقريبا 10 دقائق ولسه الجبل هو طول الجبل مزارع، يعني طول ما انت طالع في مزارع حواليك في كل حته. 轻轻细水长，细水凉，好呀嘛好风光，啦哩啦哩啦哩啦啦。习茶，学习泡茶，可以让我们 I mean the good effect of the tea, both material and mental. And that's her philosophy of life. Make you peaceful, calm down, and healthy. In Hangzhou you eat tea. Yeah, in Hangzhou, no drink tea, say eat tea. Eat 吃 tea. 杂 It's medicine. Tea in China long ago, no drink. Tea is medicine. Today we are drink. شا يعني تي. The cha is tea. شا بالصيني تي، تخيلين؟ يعني احنا عندنا شاي وهم عندهم شا. Yeah. دي اول مره اعرفها. شا. يعني اخذنا تجربه جوه المزرعه، طبعا الرطوبه عاليه جدا احنا بنسيح، ولكن كان لازم نيجي نتفرج على المزارع قبل ما نروح لمرحله التذوق، عشان شرب الشاي هنا يعني مش موضوع عادي، موضوع ليه مراحل وليه انواع وليه طريقه في عمل الشاي وطريقه في تذوق الشاي وطريقه في شرب الشاي. الله، خش يلا اعمل لي كوبايه شاي. 我们可以看到它的颜色、大小都是不一样的。3月份的比较小，芽非常的小，那它的味道会比较淡雅一点。这个是4月份采的，它的叶子会比较大多。 Usually the one picked in March is more expensive, Then- and some people use it as a gift. No tea bag。西班牙。 كمية صغيرة هي كانت 我 بتنزلها 们 بالراحة 3 قوي. 天接待，然后放多少，这个非常重要。The water right or left, that's okay. Yeah, have a look. This green tea ceremony. In China, different tea, different ceremony. الشاي عندهم هنا بيتعمل بميه مش مغليه، تبقى ميه درجه حرارتها 80 تقريبا، ما توصلش ل 100%، وبيحطوا ورق الشاي في الكوبايه وبعد كده يبداوا يصبوا عليه الميه بالتدريج، وعلى حسب انت بتحب الشاي ازاي، عايز شاي خفيف، عايز شاي قوي، تزود كميه الشاي وكمان كميه الميه، يعني ممكن يحطوا كميه ميه الاول صغيره بيدوقوا، بعدين عايز يزود ميه يزود ميه كمان وهكذا. فالموضوع عندهم مش موضوع كده ايه، مش كوبايه شاي عاديه، لا ده انت لازم تبقى قاعد وحط قدامك الشاي وحط قدامك الكوبايه وحط قدامك البراد، وتروح تجيب البراد الاول وتلفه كده لفه وبعدين تبدا تصب، فيعني موضوع كبير. انا باكل الورق دلوقتي. طريقه شرب الشاي الاحمر اللي فاتت دي كان الشاي الاخضر، Drink less الشاي black tea. الاحمر 好，等一下 دي 哈。 طريقه مختلفه، عندنا ميه سخنه 等一下，我 يبقى 们 شكلها 先 مغليه. Okay, this is the first step. Means warming up. الطبق اللي هنحط فيه الشاي هنحط كده، نستنى الشاي يجي عشان ننزله. No, yeah. Let's need boiling water. 再放一点。 كده كمان عندهم قوانين كتير جدا. Tea is here. الميه الناحيه دي ولازم تبقى بعيده شويه هبقى عشان الميه سخنه،就是والشاي你跟他们 الناحيه说它一定 الثانيه 要 ما 干 ينفعش 净 تحط 啊 ناحيه 不能 الميه. 乱七八糟 كل ده هنستخدم ايد واحده أوكي. بس عشان نقعد بقى ايه مش حفله، عشان ما تعملش دوشه في Okay. المكان. Okay. Water. No two hands. Okay. Yeah. ايد واحده. Okay. Water. يبقى نعمل كده 就 نحطها 这样。No. This one. 拿。
OK water 倒 ，no high 压低一点，低一点，对。OK OK 好倒满杯吗，cover it ？Usually two-thirds. cover it and no this you this touch this 就这样。OK 好，拿倒，在这里倒。Yes， 低一点，Yeah，OK， 这个下去，开盖放茶，开盖，ما عرفتش انزلها ازاي Open بس the ضربتني عشان هم طبعا الناس دي بيتعلموا بطريقه بعد ما سخنا الكوبايه نروح نازلين بالشاي. No， 还没有对，好 OK，this water put here。Yeah， 真的呢。نرجع نفضي الميه في الحاجات اللي موجوده. So now you 拿起来， take it. 拿起来。 Yeah. 起 Now put your nose on the cup. Just 起 grab the cup. 拿，拿。就这样 حطوا مية. ，smell شيل الكوبايه. here， On the wrong 这个在 side, 上面 your hands the wrong side. انا اسف باليمين. ，little بعدين؟ smell，不要这样， نشيل الكوبايه 就这样， ونفتح بالراحه 掀开一 ونشيل. 点点，Yes friend smell。 Yeah. And ريحة then شاي you will من غير مية. use You the feel black. smell is different，很重要，这个叫温杯كده。غلط. الشاي أوبن. الاحمر ده أوبن. يلا اللي هو فانفع. اسمه بالانجلش بلاك تي 低一点， عمره 对 3 سنين. 低一点。If you like light, be quick. If you love strong, moment. Yeah. If you like strong, Okay? Hop. That's okay. Yeah. صب ميه. No. 然后把这个盖子给它盖上去， cover it, please. 你要盖一会儿。 Okay. 到。他是男生，男生不应该放多条吗？女生是放多的。 والله كبرتوا الموضوع يا شيخ. 好。Look. Second smell. No. فورث بسم الله. هذا والله قريب للشاي مالنا صح؟ شويه يعني. Yeah. Yes. Nice. 不错，他们都是高手。高手，Yeah. I like this one more. عشان تحس بتذوق الشاي You are تبص happy لي boy. تشمه So you tea very nice. تقلبه في بقك 你跟他 عشان 们说 تحس 杨怡， بكل 这 حته 个 بكل حته. 泡茶就是 We can use it again. How many times you can use 这 it? 个有 five زفتك زفتك. Five? Five times. 娜还有问题。 The hand put here. 下去。 أنا آسف. Yeah. Good. 好，人在这。Yeah. Go on. Okay. Mine, no. Be quick. Okay. Okay. You do again. دي No. This no drink. 拍他，他如果下弄错了的话，你就拍他，下胳膊肘。下去。 أهو. This 下。Go on. Moment. Go on. Eh, no shake it. No shaking. 1, 2. Okay. No shh. Okay. Put here. Cover it. This 下去。 أه. Okay. Give the friend. Oh, no touch. Friend cup. You hands no touch. This Ah. hand. Moment. Put here. Change. Now, تشينج إيه؟ the two hands change. You here. Change. Ah. Change. Now 1, 2, 3. This hand put here. 左手管左边。 كوباية الشخص التاني ما Yeah, تمسكهاش the blue بإيدك. inside. 2, 3. Yeah, Put you here. can just change. Yes. Yeah, this cup. Oh yeah. Tell her I usually add sugar to my tea. No good for the hands. Not good for health, she said. ده جزء من زهرة اللوتس بس دي البذر بتاعها. Careful. It's okay. نطلعه كده وبعدين نقشر دي. Yes, yeah. It will not stand. هي I eat this There كده. is the green. There is a green. It's okay. Let me see. طعمه عامل زي الفول الحراتي وشكله بس يعني اللون بس. If you want to have 500 grams of this kind of tea, he should take one worker whole day to pick the tea leaves, tea shoots from outside. So for the most expensive Longjing tea, it costs 6,000 yuan per 500 grams. 6,000. 啊，圆低啊，用手指头抓不要紧，就是不要这样抓。
特别喜欢这个的，这个红茶的味道，我特别喜欢。 ده ال 500 جرام ب 6000 يوان. This is my family logo and then my father's name, Verity name. Yeah, this is my family logo. Yeah. طبعا مش هينفع نيجي مزرعه شاي في الصين وما نجيبش شاي، فدي انواع الشاي اللي موجوده. الشاي الاحمر، الشاي الاحمر ال 100 جرام فيه ب 300 يوان، والشاي الاخضر ال 100 جرام ب 400، وفي شاي اخضر النوع اللي هو اغلى شويه ده ضعف السعر، ال 100 ب 800، فاحنا نجيب 50 بنفس سعر ال 100 في النوع. 50 جرام ب 400 يوان اضرب في 7 يعني رقم حلو والله، 3200 جنيه. Bye bye. ثانك يو. I hope see you next time. Come ان شاء back. الله. Okay. شكرا. اهلا بكم في واحد من المولات الصينيه. احنا جايين هنا علشان الفود كورت، لان في اماكن فيها مطاعم للمسلمين، فالمول اللي جنب الفندق اللي احنا قاعدين فيه كان فيه مطعم للمسلمين، هنا برضو في المول ده في مطعم للمسلمين، فهنروح نشوف هنا اكل صيني ولكن حلال. طبعا احب اقول ان انا ما شفتش في المدينه دي غير الصينيين، يمكن في المطار كان في شويه اجانب، في الاوتيل شفت كام واحد، الباقي كله صيني، فتحس ان هم مش محتاجين لنا اصلا، يعني هم عندهم السياحه الداخليه ضخمه جدا، وكل حاجه عندهم يعني بينهم وبين بعض عالم اخر غير اللي احنا بنشوفه عندنا. احنا بنشوفهم هم عاملين غزو عندنا، مثلا كل منتجات صينيه، كل الشركات اللي موجوده دلوقتي ومشهوره في العالم صينيه، سواء كان في الكونستراكشن او في التكنولوجيا او في المنتجات، ولكن هم اصلا عندهم سوق محلي ضخم. المحلات اللي بتقدم اكل حلال هنا بيكون في علامه لونها اخضر موجوده على المحل عشان تعرف ان المحل ده بيقدم اكل حلال. طبعا جينا هنا علشان معانا يعني مرشده سياحيه هي اللي جايبانا على المكان. لو انت في الصين والاكل مكتوب عليه علامه سبايسي فخلي بالك عشان بيبقى سبايسي بزياده قوي. طبعا النودلز هي تعتبر الاكله الاكثر شعبيه، واحنا جايبين نودلز بالخضار بفراخ متقطع، والمطعم اللي احنا فيه ده مطعم حلال. طعمه كلها مليانه قرون شط. حلو والله. انا اكلت امبارح طبق غير ده كان سبايسي جدا، وقلت يعني اكيد هقعد يوم في الحمام، ولكن يعني اتهضم عادي جدا وما حصلش اي اثار جانبيه. حاجه مميزه في هونزو ان هي زي ما هي متطوره، بيقولوا عليها السيليكون فالي بتاع الصين، ولكن لسه محتفظه بالجزء التاريخي بتاعها، ففيها اماكن بتبين العادات والتقاليد الصينيه القديمه، ودي الحاجات اللي احنا هنروحها في الايام اللي هي زي النهارده وبكره. This is a map of the eastern section. So we will start from here, go across this bridge, and then walk along this street. Eastern section of Wuzhen Town. اوكي. المكان اللي احنا فيه ده قرية اسمها قرية ووجة، قرية عمرها أكتر من 1300 سنة ولسه على وضعها القديم لغاية دلوقتي، مشهورة بتصنيع القماش التقليدي اللي بيتعمل من الحرير واللبس التقليدي اللي الصينيين بيلبسوه. انت بتيجي هنا القرية تلف فيها، ممكن تاخد مركب زي اللي احنا رحناها في هولندا بالظبط، انت تاخد مركب بين القنوات او تتمشى زي ما احنا بنتمشى كده وسط القرية، تحس ان انت في فيلم صيني قديم. طول ما انت ماشي عندك خريطة عشان تبقى عارف انت بتتمشى فين. يا جماعة احب اقول ان احنا حر جدا، يعني الجو النهارده حر جدا، شمس جدا، فحاطين ايس كريم شكله لعبه هنجيب منه. بندفع يا اما كاش يا اما بحاجه اسمها الي باي. الي باي دي زي ابل باي. شي تيه ده ب 15 وبندفع بالابلكيشن. بس حاجه كده تطر علينا شويه. ويتشات الي باي، فانا مشغل الي باي، في ناس بتستخدم ويتشات، تعمل سكان للكيو ار كود تدفع على طول. Yeah, you can scan this. This is a room or No, only a bed. this is only the bed. Only the bed. So we are inside the house. بتاع اللي قدامنا ده اوضه كامله، اوضه نوم ومكان يقعدوا فيه والحمام. فده كده بيت الاغنياء. بيت الاغنياء في الصين زمان كان معمول كده، الاوضه والحمام والليفنج الثلاثه في مبنى واحد في بتاع الحديد ده مع بعض. دي المرتبه وده كده السرير. And this is wood or Yeah, red wood. Yeah, precious red wood. بس فدي كده سراير. ده السرير، وهنا يحطوا جردل حمام جنب السرير. ده كده مركز المطافي بتاع القريه، كانوا بيستخدموا الحاجات دي علشان يطفوا الحرايق، لان زي ما انتم شايفين كده كل البيوت تقريبا معموله من الخشب، فسهل قوي لو حصل حريقه تبقى كارثه في القريه، وهم على الميه فعندهم الترمبات دي يرفعوا بيها الميه ويطفوا لو في اي حريقه. فده شكل
مركز الحرائق او المطافي القديم. والقريه دي عامه اعتقد يعني من القرى النادره اللي انا دخلتها في حياتي في العالم، اللي هي محافظه على شكلها، يعني قريه كامله بنفس الشكل وعمرها يوصل ل 1300 سنه. انا ما عنديش المعلومه بس متاكد ان هم اكيد بيصوروا افلام في قريه زي دي، لان انت عندك يعني فاهم ست كامل موجود طبيعي حقيقي زي ما هو، وبعدين مش مهجور. يعني كل البيوت سوا في راجل جوه بيزرع الزرع بتاعه. ففي ناس لسه ساكنه في القريه، وفي ناس حولت البيوت بتاعتها بالذات اللي على الشارع الرئيسي لمحلات ان هم يشتغلوا بيها في السياحه. وناس عندها مراكب، انت ممكن تأجر مركب هنا وتلف جوه القريه. والواضح ان المايه هنا مش عميقه، لان هم يعني عندهم مجداف وفي نفس الوقت عندهم عصايه بيدخلوها جوه ويمشوا بيها في المركب. فاكر الراجل ده في الاول بيصطاد، بس طلع ان هو بينظف اي زرع عايم على وش المايه، بيشيله وينظف المايه. وود كريفنج ميوزيوم. هاي تيكت، سيم تيكت.好。 تعال نشوف ايه ده. ده متحف للحفر على الخشب. هو اصلا زي ما انتم شايفين القريه كلها خشب، الديكوريشن حتى بتاع كل حاجه بصوا بيحفروا ازاي. يعني حافرين حيوانات، حافرين الزرع، كل الحاجات دي ليها معنى. الحاجات دي ما تتحطش كده خلاص، دي بيقول لك علشان يعني حاجه ايه تديلهم البركه كده ان هم يخلفوا اكتر، فبيحطوها على الغرف النوم بتاعتهم. دي كده كاميرا من كاميرات البيت، فمعموله طبعا من خشب يعني ضخمه جدا، ولكن عاملين فيها الديكور مش سايبينها كده لوحدها. ده كده البيت الصيني القديم. يبقى عندنا يعني زي صاله كبيره جوه والغرف، وبعدين مكان بيدخل الشمس زي هنا، وبعد كده تخش على قاعه تانية. بس ده شكله طبعا يعني بيت حد غني بقى. وتطلع بره تلاقي في منور تاني. ده شكله هو ده المدخل اصلا، احنا شكلنا جايين من المدخل الخلفي. هنا حاطين شجر كبير وباب العماره. يعني نشوف بيفتح ولا لا. ده المدخل الرئيسي كده، وبعدين تدخل البيت هنا. الراجل ده بيصور تيك توك هنا. كل الناس هنا واقفه بتبيع عن طريق تيك توك. طب ما احنا مش داخلين نشتري، داخلين ناخد هوا بالتكييف. قلتيها بالانجلش فهمك. في 2 صيادين قاعدين بياكلوا وعاملين تقريبا كوارع. دي تقريبا كوارع معرفش كوارع الخنزير ولا كوارع ايه دي، بس يعني احب اقول ان هي ريحتها مش لطيفه. هنا طبعا في كل انواع الاكل الغريب. ده شكله بط. الطيور اللي عندهم كلها لونها غامق، فمش بيعملوا فيها ايه، بيحطوها في صويا تقريبا. يا اهلا اهلا اهلا، شكرا يا حاج. ده مشكلة في الوزن بتاعي ولا ايه؟ اخذنا المركب الحمد لله علشان نريح من المشي في الحر. في المركب لما نزلنا تحت الجو اتحسن كده، نسمة هواء. واخدين المركب لنفسنا عشان نرجع بيه، بدل ما نرجع مشي نبقى اتمشينا وركبنا. Happy birthday to you, Kate. Thank you. How to say happy birthday in Chinese? 快乐 Oh, 生日快乐 again. 生日快乐 乐 بوظ اللهجة. 快乐 means happy 快乐 means happy 生日 means birthday 生日快乐 生日快乐 Okay, 生日快乐 so maybe we can sit together, okay? Yeah 生日快乐 وها نحن نعبر من الباب الأخير، هذا الباب الذي يتجه إلى موقف الأتوبيسات. أكبر تقاطع في العالم. مثلا الصين دي البلد الوحيدة ممكن أحط الكاميرا في وش الناس وعادي، عشان هما بيعملوا كده أصلا. طول ما أنت ماشي روح رافعين الموبايل وحاطين في مكان مشهور جدا هنا في هونزو اسمه ويست ليك، يعني البحيرة الغربية. It's called West Lake because in old times it was located west to the Hangzhou city, but nowadays it's the center of Hangzhou. ويقول لك إنها بحيرة رومانسية جدا. احنا رايحين ناكل عادي، يعني مش رايحين عشان رومانسية، رايحين عشان في مطعم هنا بص على البحيرة. هي دي الويست ليك. بس طبعا الفترة اللي احنا فيها دي فترة أجازات في الصين هنا، فزحمة. الصينيين في كل مكان، يعني بلدهم طبعا حقهم يعني، بس يعني الناس بتسيح، كل الناس بتسيح وهي حر اصلا، فبنسيح في السياحه. يا جماعه الخير، الرطوبه 100%. النهارده اكتر يوم فيه رطوبه، يعني
انا غيرت التيشيرت بتاعي وعرقت في ثانيه. ثانك يو ثانك يو. ايه ده؟ اي لاف يو. الدنيا طبعا بتمطر واحنا هنتبهدل، بس ده لوحده حاجه لذيذه، حاجه جميله، لان الجو حر جدا، فالمطره عملت طراوه. خدوني معاكم. Yeah, we go to the tea. Yeah, this is the Hefang Street. ده شارع اسمه خافع، مشهور جدا هنا، لان ده الشارع اللي ايه عايز تشتري بقى حاجات تذكاريه، شارع سياحي يعني من الاخر، مش طويل قوي، ممكن تاخده كله في 10 دقايق الناس تقف تشتري منه حاجه. فهنا بقى ممكن تلاقي سياح تانيين غيرك. بصوا الكافيه ده شكله كافيه او مكان غريب قوي. الدخول مجاني. الو، مش عارف ايه المكان ده الصراحه، هو ايه ديكورات كده فيها ديناصورات وتعابين وتنانين ومكتوب عليه الدخول مجاني، هو دي اهم حاجه. ندخل نتفرج لغايه ما نشوف المطره دي هتكمل ولا ايه. مش عارف ايه ده الصراحه. ده ايه ده؟ ده طلع في الاخر محل. بس يعني عاملين ديكور رهيب بره، طلع في الاخر محل الناس تشتري منه حاجات تذكاريه وهدايا واكسسوارات. دي عشان تعمل اسمك بالصيني، ده حرف الاس، ممكن تجيب دي عشان تحط فيها صورتك. اعتقد في حاجه، ايوه عندنا سيوف جاكي شان. الفكره طبعا ان كل ده مش معمول علشان يعني السياح اللي هم اللي زيي، هم السياح كلهم من الصين عادي يعني. دخلت المحل كانت صغيره جدا من الناحيه الثانيه وشكلها غريب ومكتوب عليها دخول مجاني، فتحس ان انت داخل متحف ولا حاجه. تطلع الناحيه الثانيه تلاقي نفسك في شوبينج. شكرا. ووتر ميلون. من الاخر بيجيبوا رجل الزبون بس بطريقه مختلفه. انا دخلت طبعا عشان مكتوب فري ادميشن والمكان شكله في حاجه زي متحف او حاجه مسليه. طلعنا فوق لقيت نفسي في المحل وما اعرفش ارجع، فلازم اكمل وتمشي بقى وسط الحاجات بتاعت الشوبينج، فعلى الاغلب هتشتري. عندهم هنا موضوع الشمسيه ده مهم قوي، يعني بص دلوقتي مفيش مطر اصلا، في يعني قطرات، بس ناس كتير لسه ماسكه الشمسيه، ولو في شمس تلاقيهم على طول فتحوا الشمسيه برضه، فهم الشمسيه عندهم دي حاجه اساسيه. دول بيقدموا هنا مشروب مجاني للناس. شكرا شكرا. ثانك يو ثانك يو. نفسي اشربه بس مش عارف ايه هو وهو مش عارف يشرح لي، فانا عشان كده مش هشربه. دي كانت أول مدينة في رحلتنا للصين. في الفيديوهات الجاية هنروح شنغهاي وتشونغ تشينغ، واحدة من أغرب مدن الصين. هنجرب إزاي نتعامل في الصين لوحدنا باستخدام أهم التطبيقات في الصين، ونشوف أغرب الأماكن والتطور في المدن الصينية. فاشتركوا في القناة وتابعوا سلسلة فيديوهات الصين عشان تشوفوها معايا كأنكم سافرتوا.